تخيل معايا، في ليلة هادية الناس نايمة في بيوتها، لكن ورا الأبواب المقفولة الدنيا مش سايبة. فيه نار تحت الرماد، واللي حاصل أكبر بكتير من مجرد تصريحات في الجرائد. القصة بدأت بخطوات صغيرة. إسرائيل شددت على الحدود، منعت مساعدات وابتدت تتحكم في المعابر، وكأنها عايزة تبقى الحنفية الوحيدة اللي تفتح وتقفل على الفلسطينيين. مصر شافت اللي بيحصل وابتدت تدرك إن في مخطط تهجير بيطبخ على نار هادية. لكن اللعبة ما وقفتش عند كده. إسرائيل فجأة طلعت ورقة أخضر. عصابة اسمها ياسر أبو شباب، واحد كان متهم بدعم داعش في سينا واتسجن، لحد ما إسرائيل قصفت السجن وطلعته. فجأة لقينا العصابة دي بتأمن مساعدات، وبعدها اتكلفت بمهام عسكرية ضد حماس نفسها. المشهد بقى مرعب. ناس كانوا بيحاربوا الجيش المصري في سينا بقوا بيساعدوا إسرائيل ضد الفلسطينيين. مصر ما استنتش كتير. الجيش المصري كان واخد باله من السيناريو ده من زمان، ومستعد بصفقات سلاح ومنظومات دفاع جوي متطورة في سينا. الرسالة واضحة، دي حدودنا الحمراء. في نفس الوقت المخابرات والرئاسة في حالة حرب باردة، بتلم معلومات وتجهز لكل احتمال. واللي قلب الترابيزة بجد مش استعداد مصر بس، لكن التحالفات الجديدة. فجأة لقينا مناورات بين مصر وتركيا بعد 13 سنة. العلاقات بقت قوية لدرجة تنسيق عسكري كامل، ومع دخول السعودية بالتمويل وباكستان بخبرتها النووية اتشكلت قوة رباعية تخلي إسرائيل تفكر 1000 مرة قبل أي مغامرة. اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد أزمة حدودية، دي لعبة بقاء ونفوذ. إسرائيل بتحاول تلعب بورقة الميليشيات عشان تقلل خسائرها، لكن التاريخ علمنا إن الورقة دي في الآخر بتتحول لقنبلة في وش اللي صنعها. مصر من ناحيتها بتبعت رسالة للعالم: مش هنتفرج. أي خطوة تهجير أو تهديد الرد هيبقى كارثي، مش من مصر بس، من تحالف كامل واقف وراها.